السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه إن شاء الله هنبدأ في الفيديو ده البرمجة الفعلية بلغة بايثون. طب اشمعنى لغة بايثون؟ لأنها أحسن لغة دلوقتي إن أنت تتعلمها، سهلة، كويسة أوي في الذكاء الاصطناعي، مناسبة جدا لكل المهام. تقدر تعمل بيها فرونت إند وباك إند، وتعمل بيها داتا ساين وماشين ليرنينج، ومناسبة للتعليم في البداية لأنها قريبة جدا من اللغة الإنجليزية. طيب، غالبا الدورة دي هتبقى موجهة للطلاب بتوع تانية ثانوي، اللي هم أول مرة يتعلموا برمجة، خدوا أساسيات في أولى ثانوي، لكن دلوقتي المادة بقت أساسية والمفروض إن هم يهتموا بيها جدا، لأن تانية ثانوي بقت أهم من تالتة ثانوي في بعض المسارات، زي مسار الهندسة والذكاء الاصطناعي. وأهم مادة عندك، أهم مادة حرفيا واللي أنت هتبني بيها كل اللي جاي، هي البرمجة والذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب. وهي تقريبا أنت داخلها عشان تدخل يا إما كلية هندسة، يا إما كلية ذكاء اصطناعي، يا إما كلية حاسبات ومعلومات. فيهم أقسام شبه بعض كلهم. لو أنت حابب مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي، أساسهم المادة دي، أهم مادة المادة دي، وغالبا هيبقى عليها أكبر مجموع من الدرجات. في جزء آه، فهم وتطبيق، وفي جزء عن منصة بتاع الوزارة، بس غالبا هو لسه ما نزلش حاجات أساسية نقدر إن احنا ناخدها كمصدر تأكيدي. بس غالبا المنصة، الامتحانات اللي هتبقى عن المنصة بتاع الوزارة مش هتضاف للمجموع، هتبقى زي نشاطات كده خفيفة. المهم ان انت دلوقتي تشترك في القناة عشان كل الفيديوهات الجاية تقدر ان انت تتعلمها ورا بعض، عشان البرمجة كلها مبنية على بعض. وفي دورة أساسيات احنا شرحناها. لازم قبل ما تتفرج على الفيديو ده ان انت تبقى عارف الأساسيات كلها، يعني ايه كمبيوتر، يعني ايه انترنت، يعني ايه برمجة، ازاي الكمبيوتر بيفهم الانسان كده. هنشرح ببساطة يعني ايه برمجة دلوقتي. هي كتابة أوامر واضحة للكمبيوتر عشان ينفذها. انت دلوقتي عندك فكرة، أبسطها مثلا 5 زائد 3 بلغة بايثون مثلا. إن شاء الله إن احنا نشرحها. برنت معناها اطبع. سيبك من يعني ما تفهمش قوي الكود دلوقتي، لكن برنت معناها اطبع 5 زائد 3. لغة بايثون عشان لغة ذكية، هي عارفة إن أنت عاوز تجمع الرقمين دول، فهتطلع لك اوتبوت 8 على الكونسول. هنعرف يعني ايه كونسول دلوقتي، اللي هي الشاشة اللي بتخرج لك عليها الناتج بتاعك. في لغات تانية مش ذكية هتطلع لك 5 زائد 8، يعني بدل 5 زائد 3 زي ما هي، يعني بدل ما هتطلع لك 8 هتطلع لك لأ، 5 زائد 3 زي ما هي كده. بتقول لك اطبع اللي جوه القوس، فهي هتطلع لك اللي جوه القوس مطبوع، مش هتجمعه. لكن لغة بايثون جمعته وطلعته صح. وأي عملية حسابية في الدنيا البرمجة بتطلعها صح. طب اشمعنى بدأنا ببايثون؟ قلنا لك هي مربوطة كويس جدا بالذكاء الاصطناعي، بتحليل البيانات، بتصميم المواقع، والأتمتة. الأتمتة دي إن أنت تطلب من الكمبيوتر إن هو ينفذ لك أوامر، اللي هي الأوتوميشن، ينفذ لك أوامر ورا بعض بالترتيب في توقيت معين من غير تدخلك أنت. وأهم من ده كله إن هي قريبة جدا من اللغة الإنجليزية العادية، زي ما هنا مثلا موجود في المثال برنت معناه اطبع. فأنت أوامر بسيطة جدا بتكتب أكنك بتكتب إنجليزي بالظبط. إيه هو الكونسول اللي أنا قلت لك عليه هتطلع لك عليه الأوتبوت 8؟ هي زي التيرمينال في جهاز الكمبيوتر، لكن أنا إن شاء الله في الكورس ده
هبقى متعمد ان انت تقدر ان انت تتعلم البرمجة بتاع بايثون وتطبق بايدك حتى على الموبايل. ان شاء الله في الفيديو الجاي هناخد برمجة عملية واول كود فعلي واخليك تكتبه واوريك وانا بكتبه كويس عشان يبقى كلين كود نظيف تقدر ان انت تعدل عليه وتفهمه كويس على الموبايل مش على الكمبيوتر كمان. كونسول الشاشة اللي بتعرض لك عليها الناتج بتاع الاوتبوت، الاوامر بتاعتك. طب عاوزين بقى نطبع جملة هلو وورد، ودي اشهر جملة في عالم البرمجة كله ببايثون او باي لغة تاني. بتكتب امر الطباعة في بايثون. بدأنا كده بقى نتعلم اجزاء الكود. هنا هنكتب برنت، هتفتح قوسين وهتحط دبل كوتيشن اللي هما العلامتين دول، وهتكتب جواهم الكتابة اللي هتتكتب جواهم هي اللي هتطبع، هيتعمل لها عملية برنت. طيب اشمعنى في العملية الحسابية ما حطيناش دبل كوتيشن اللي هما العلامتين دول؟ عشان الانتجر او الارقام مش محتاجة ان انت تعرفها، مش محتاجة دبل كوتيشن. لكن الكتابة العادية لازم ان انت تحط لها دبل كوتيشن. السترنج معناها الكتابة بالحروف. طيب دلوقتي عشان كده بقول لك اسمع الفيديوهات اللي فاتت، عشان في حاجة اسمها السنتاج بتاع اللغة، طريقة الكتابة بتاعة اللغة. طب دلوقتي لو انا ما كتبتش الدبل كوتيشن دول هيطلع لك ايرور، مش هيطبع لك. وهنشوف ده. مثلا تعالى هنا، لازم دي تتكتب، من غير دي الكمبيوتر مش هيفهم اصلا، يعني دي كده غلط، مش هيفهمها ومش هيطلع لك ناتج. وهتلاقيه في الكونسول هنا مطلع لك ايرور، يعني شاشة حمراء ومعلم لك على السطر الغلط. دي النتيجة، ده الكود برنت هلو، النتيجة بتاعته هتبقى هلو كده بالظبط. طيب برنت 3 هيطبع لك 3. برنت 3 زائد 7، قلنا بايثون ذكية وهتطلع لك الناتج 10. وزي ما قلنا لازم تفهم السنتاج بتاع اللغة. كل لغة لها سنتاج معين، لكن في بعض الأساسيات ماشية على كل اللغات، والأساسيات دي معظمها في لغة بايثون. فدي برضو ميزة من ميزات لغة بايثون. بيقول لك هنا أهو، لو كتبت هلو وكتبت الدبل كوتيشن هنا ونسيت تكتبها هنا ونسيت تقفل القوس وسبته مفتوح، فهو سنتاج ايرور، يعني خطأ في الكتابة، في أوامر الكتابة. أنت دلوقتي فتحت القوس، برنت يعني اطبع اللي جوه القوس. هو ليه القوس دخل في القوس؟ هيطبع بقى اللي جواه. هو دلوقتي مش لاقي ليه نهاية، فين نهاية القوس، فين القفلة بتاع القوس، وفين الدبل كوتيشن عشان يطبع اللي جواها. جزء موجود والجزء التاني مش موجود، فبالتالي مش هيطبع. وفي معلومة عاوزك تعرفها، أي مبرمج في الدنيا في البداية أو حتى لو هو محترف بيغلط في أنواع من الخطأ. دي سنتاك، زي مثلا اللي هي أنت تنسى حاجة في الكتابة. في أنواع تاني من الإيرور، تايم إيرور، في لوجيك إيرور. لوجيك الإيرور ده بيبقى مثلا أنت بتقول له اطرح لي 3 من 3، أو اقسم لي مثلا 3 على 0. فإزاي هيقسم 3 على 0؟ الكتابة صح، لكن ده غير منطقي، فهيطلع لك لوجيك ايرور، خطأ منطقي مش في الكتابة. فالحاجة اللي أنا عاوزك تعرفها إن أنت تتعلم وتسأل. يعني أي حاجة أنت مش عارفها اكتب لي تحت في التعليقات وهتلاقيني برد عليك بشكل كويس وهتابع معاك كمان. وهتلاقي في تحت لينك للجروب بتاع التعلم، ادخل فيه هتلاقيها موجودة على الواتساب والتليجرام. وإن شاء الله يبقى فيه حاجات تفيدك جدا، كل الأسئلة والإجابات بتاع زمايلك. ولو عاوز تسأل عن حاجة معينة، يعني هنتعلم حاجة دلوقتي وهديلك عليها مثال. تعال نرجع للمثال اللي أنا عاوز أشرحه الأول. أنت دلوقتي عاوز تكتب I love Python، زي ما قلنا تكتب برنت و I love Python جوه الأقواس.
وعاوز تكتب I love بايثون تاني بس عاوز تسيب مسافة، مش هتبقى لازقة في بعض هنا كده مثلا، هتبقى شكلها ومنظرها مش لطيف خالص. ممكن تكتب برنت، تفتح الأقواس وتسيبها فاضية، فهو هينزل لك سطر وهيطبعه. هو هيعمل برنت ماليش حاجة، خلاص السطر فاضي مش هيطبع لك حاجة في الكونسول. طيب هل دي أحسن طريقة؟ لا دي مش أحسن طريقة. هل في طرق تانية؟ اه في طرق كتير جدا تانية. فأنا عاوزك بقى أول ما يقابلك حاجة مش لازم خطأ، بس أنت عاوز تفهم هل في طرق أحسن، في حاجة هتسرع من الكود، في حاجة يبقى شكلها ألطف. لازم تروح تسأل جوجل، تسأل شات جي بي تي، تسأل جيميناي. لازم تسأل وتعرف، لأن البرمجة عالم واسع جدا ومش هتقدر إن أنت تحكمه. عشان تعرف كل حاجة لازم تسأل. ولو أنا يا عم مش عاجبك، روح اسأل شات جي بي تي واسأل جوجل، هيفيدوك أكتر مني. طيب في حاجة، دلوقتي في دبل كوتيشن وفي كوتيشن سنجل كوتيشن، هل غلط؟ طب انا لو عاوز اطبع الدبل كوتيشن اطبعها ازاي؟ نعمل سنجل كوتيشن عادي، وتكتب جواهم برضو الدبل كوتيشن. يعني ده هتطبع زي ما هي كلها طالما في سنجل. بعد السنجل هو بيطبع اللي بيناتهم كلهم حتى لو في علامة تاني جوه. طيب انت عاوز تطبع السنجل، خلاص اعمل دبل بره، وهو هيسيبها مش هيطبع دول لكن هيطبع اللي جوه. برنت، اول امر احنا خدناه اهو معناه اطبع، وخدنا السنتاج بتاعه ازاي، طريقة الكتابة بتاعته. بس وان شاء الله احنا كده خلصنا درس النهاردة، وعرفنا ليه اخترنا بايثون، وخدنا امر برنت من الطباعة، من اسهل الاوامر واهم الاوامر في لغة بايثون. وان شاء الله في الفيديوهات الجاية هنكمل بنفس التسلسل بتاع الوزارة. وما تنساش تشترك عشان اول ما الفيديو الجديد ينزل والدرس الجديد ينزل تقدر ان انت تتفرج عليه، واي حاجة مش فاهمها اسألني عليها في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.